يستغرب أو يتفاجأ في حال تعرض نادي برشلونة للخسارة أمام رايو فاليكانو في مباراته الليلة في الدوري الإسباني. ما حدا فيكم يستغرب أو يتفاجأ، وأنا بالنسبة لي عندي سببين اسمعهم عشان تتأكد إنه برشلونة راح تتعثر أو تخسر أمام رايو فاليكانو الليلة. السبب الأول والمهم جدا 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 إنه خيمس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد اللي جلد برشلونة سابقا انضم إلى نادي رايو فاليكانو وسيشارك معهم امام نادي برشلونة. انضم لهم بشكل رسمي، ومعروف انه اي لاعب من لاعبين ريال مدريد عقدة لنادي برشلونة. والسبب الثاني، وهذا السبب عقدني وعقد كل البرشلونية، برشلونة في 5 مباريات متتالية امام رايو فاليكانو لم يستطع الفوز عليهم، ولا فوز حققوا، اما تعادل او خساره. وامام مين؟ امام رايو فاليكانو. راح يخسر من ريال فاليكانو في اخر 6 مواجهات. نادي برشلونة خسر 3 مباريات من ريال فاليكانو وقدر يطلع بانتصار واحد. ريال فاليكانو هو النادي العقدة لنادي برشلونة في اخر كم سنة في الدوري الاسباني. نادي برشلونة حاليا بدون مدافعين وعندهم مشكلة في الدفاع، يلي مصابين ويلي راحوا بإعارة ويلي انباعوا. نادي برشلونة اليوم من ريال فاليكانو على تحدي معاكم، اقسم بالله راح يخسروا او راح يتعادلوا، لكن مستحيل ينتصروا، لانه ريال فاليكانو عقدة لك يا برشلوني، وعلى تحدي معاك فليك ولا غيره، لامين يامال ولا غيره. أجواء